السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. مرحبا بكم في هذا الفيديو. الموضوع ديالي هو دوك المغاربة اللي ثلاثة المغاربة اللي تقتلوا في الحدود مع الجزائر. هاد المسرحية اللي دارها النظام الشيوعي الجزائري الملحد قتل ثلاثة المغاربة ودار هاد المسرحية على أن هادو كيدوروا تهريب الممنوعات أو تهريب المخدرات. هادشي كامل الجميع عرف بأنها غير مجرد أكاذيب ومجرد مسرحية وما كان منها والو. علاش داروا هادشي؟ لأن عليهم الضغوطات الأمريكية على قضية الصحراء المغربية، و... وكاين شي حاجة من بعد ما قام آه، المستشار الأمريكي دونالد ترامب لزريبة الجزائر. كاين شي حاجة وراء الكواليس، كاين شي حاجة وراء الكواليس. وهذا النظام الشيوعي الملحد الديكتاتوري دار هذه المسرحية باش يقلب ربما لعله وعسى ما يرفع عليه شوية الضغوطات، لأن هذا الأحفاد الكراغي كان الانكشاري، الأحفاد الانكشاري والفرنسي دائما كيقلبوا على السبة باش يبرروا أي حاجة. وحتى عندهم عقدة من هذا الكراغي، هذاك البوال اللي تشد عندنا في البلاد في المغرب كيبول في التيران، والاخر اللي كان كيبول مباشرة حدايا التيران. وكاينين الاخرين، الاخر اللي حرض السنغاليين على الشغب باش يدي باش يدي باش ينتقم من قتل هاد ثلاثة المغاربة على الحدود. ربما غير سراح، ولا شي وحدين ربما مختلين عقليا وما عارفينش اصلا فين مشاو، ولا غير في الصحراء، لان الصحراء لابد ما تلف، لان اقليم بوعرفة هو الحدود بيننا وبينهم. بطبيعة الحال يقدر إلا خرج للخلا ولا مشاو ليه غير الأغنام ديالو، المواشي ديالو مشاو ليه لديك البلاصة، لابد ما يتلف. ما غاديش يقدر يعرف فين غادي يرجع، ويقدر يدخل على الزريبات الجزائر. وهادو دايرين هاد المسرحية هادو باش زعما يقولوا بأن المغرب راه كيهرب علينا الممنوعات كيدخل علينا المخدرات. داكشي علاش الاخوان كنقول لكم عمركم ما تستقبلوا الجزائريين واخا يجيو للمغرب، واخا تلقاوه في الشارع كيموت ما تعتقوهش. علاش؟ لانهم ما فيهمش الخير. يكون فيهم الخير يكون لقاوه فيهم الاجداد ديالنا، اللي الاجداد ديالنا اللي وكلوهم وشربوهم ودعموهم فاش كانت عندهم حرب طاحنه مع الاجداد ديالهم الفرنسيين، فاش بغاو ينفصلوا من الاجداد ديالهم الفرنسيين قبل ما يعطيوهم الحكم الذاتي بالاستفتاء وتقرير المصير. يلا فينا هما دابا هادوك اللي كيقولوا خاوة خاوة؟ علاش ما يهضروا؟ يلا فينا هما دابا؟ فهما هادوك اللي كيدعوا بانهم صحفيين كيهضروا على البلاد وعلى المصلحة ديال البلاد، اللي هما شبعانين الحباسات حتى بالت عليهم الطوبة وجاو كيتزايدوا علينا
بالمصلحات المواطنين وبمصلحة الشعب المغربي. فينا هما؟ علاش ما يهضروا على هاد المغاربة، هاد التلاتة المغاربة اللي ماتوا؟ علاش ما يهضروا؟ هاد هو الاخوان. فين هو داك الحلوف ديال عزيز غالي؟ علاش ما يهضر؟ فين هو داك الحلوف ديال عزيز غالي؟ فما داك جماعة الحلال اللي وقفوا قدام البرلمان كيتضامنوا مع اكبر عدو للبلاد اللي هو نيكولاس مادورو، اللي هو كيدعم المرتزقات البوليزاريو ضد المغرب، وكيسلحهم بالاسلحه وبالجنود باش يتقاتلوا مع الجيش المغربي، الجيش ديالنا. علاش ما يهضروا؟ علاش ما يخرجوا يهضروا؟ هاد هو الاخوان. خصكم تعرفوا الاخوان بلي راه عندنا من الداخل ديال البلاد عندنا الخونه اللي هما كيدعموا هذا الكراغيله، اللي هما مع الكبرانات الجزائر من اجل الدينار الجزائري، كيخدموا الاجنده ديال الاسياد ديالهم في القصر المريضيه تحت الطاوله، وكيدعوا بانهم مع مصلحه البلاد وكيحاربوا الفساد، وهما اكبر مفسدين. وكنتمنى الاخوان يعجبكم الفيديو، وهذه الرساله وهذا الرساله اللي بغيت نوصل، اللي بغيت غير نوصل باش هادو اللي كيقولوا خوا يفوقوا معنا شويه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.